بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، تقضوا بخير يا رب. امبارح كان موسم شعبان، كل سنة يقعدوا لها بصحة والسلامة كده، ويعود عليكم رمضان ده أيام سنين كتير ان شاء الله. انا هعمل البانيه بتاع الشيكات ده، يعني الاقتصادي ده بيبقى جميل جدا، العيال بيحبوه. انا عندي نص كيلو هو بانيه، قطعته صدر فرخه يعني، كان كبير كده. انا اجيب الميزانه واوزنه لكم كمان عشان تصدقوا. ده نص كيلو. شايف هنا حبايبي وزنه نص كيلو. والطبق طبعا يعني إنه هو نص كيلو. خلاص انا هضربه في الكبة الصغيرة دي اللي هي المطحنة بتاعت الفلفل الأسمر اللي عندي. وإيه اللهم صل على النبي، وسلقت نص كيلو بطاطس، هيعمل كمية كبيرة إن شاء الله. ونشوفوا هنحطوا إيه تاني عليه. شايفين حبايبي اللهم صل على النبي، نعمتها خالص اهيت، شلت لأنها مفيهاش خيوط ولا حاجة، فبتنعم معاكي في الكبة على طول. وهنا هنحط حوالي يعني ايه بتاع 3 معالق برغل، يخليه جميل، بيلفوا كده وبيبقى حلو. وهنا معلقتين فيجيدار، معلقتين والله مفيش غيرهم مليانين. وهنا البهارات، معلقة ملح، فلفل اسمر، واحدة مرقة دجاج، شوية بتاع ده جنزبيل، معلقة بيكنج باودر، وبصل وتوم. كل ده هعجنه مع بعض وارجع اعمله في الكبة تاني. شايفين حبايبي انا عجنتها اهيت، جيت احطها في الكبة الصغيرة بتاعت الفلفل الاسمر دي، ما لفتش بصراحه. فانت بصي بكل قوتك كده، عندك صحه، افضلي اعجني فيها لما تبقى بالشكل اللي شايفه عامله ازاي. احيي على الجمال والشكل والطعم. اعملي بس الخلطه اللي قلتلك عليها ديت، وهتتفرجي على احلى بانيه من بتاع، زي احلى من بتاع الشركات الف مره. انا عجنتها وحطيت لها البهارات وكل حاجه اهيت، وشكلت. بصي حطيت هنا كوباية مية كبيرة، يعني كوباية ونص مية، وحطيت 3 معالق فيجيدار، وحطيت معلقتين بتاع ده نشا، وحطيت نفس البهارات اللي حطيتها هنا. تمام. وشوفوا بحطها اهيت ولا بيجرالها اي حاجة اهي. شايفين؟ عشان مظبوطة العجينة بتاعتها. هتطلعي من هنا، والكريسب ده جايبينه فرط والله. النص ب20 جنيه، احسن من البواكي 1000 مرة من عند العطار. هتعملي كده. شايفة الجمال؟ وشايفة انا عاملاها سميكة ازاي وجميلة؟ شايفة مش رقيقة. عايزة تعمليها طبقتين اعملي، يعني عايزة تبقى كمان مرة كده عشان تبقى ايه فيها، تبقى ليها قشرة كبيرة كده. ماشي اهي، تعمليها برضو كده، بس انا عاملاها كبير بصراحة. اتفرجي على احلى بانيه، احلى من بتاع الشركات 1000 مرة. شايفة كبير ازاي؟ انا هصغره شوية. وهنا حاطة كيس اهو، وهحط عليه كده البتاع البانيه اللي انا عاملاه ده. هعمل كل الكمية دي اهو. شايفة كله؟ بص حطاه في البلاستيكية يشرب منها كمان اهو. اهو تعرفة بتاع تعمليه ازاي بنفس الشكل بتاع البانيه بالظبط. هتكوريها وتبططيها بالطول كده اهو، مش بتاخد وقت عشان بصور بايد واحدة بس. شايفة جميل ازاي؟ اعمليه بنفس الطريقة. وهنا المية بشوية الفيجيتار، بشوية، شوفي لونها جميل ازاي، بشوية وشوية معلق نشا، 3 معالق نشا او معلقتين براحتك يعني. والبيكنج باودر والبهارات اللي حطيتها هتحطي هنا، وطلعي من هنا تتبلي على طول. انا هصغره شويه لانه كبير قوي. شايفين حبايبي اللهم صل على النبي، عمل كميه كبيره والله. نص كيلو البانيه ده ما شاء الله عليه فيه بركه. بس وحط عليه نص كيلو البطاطس، وتفرجي، وشويه البهارات اللي حطيناهم دول. ولما تيجي تبططي تعمليها كده يعني زي البانيه اللي هو بتاع اللي بنشتروه ده، ما تحطيش زيت يا جماعه، ما تحطوش زيت، حطوا ميه يعني، عوسي ايدك بالميه. بصي اللهم صل على النبي، كلها لحمه اهي. ومطرح ما بتعملي البتاع مرتين فبينزل فيجيتار، فبتضطري هتعمليه مره واحده بس.
يعني مش هحطيه. اول مرة عملته مرتين، دلوقتي بعمله مرة واحدة بس اهو، عشان خاطر شبع من البتاع. شايفين لما صلي على النبي؟ بصوا الجدار ده كمان جميل الفرق ده والله، ورخيص، 20 جنيه ما شاء الله، نص كيلو. شايفين؟ سوي بايدك بقى كده. نفضيها كويس كده، مش هي كده عمره ما يفك منك اهو. تحطي كده اهو، بس انا عاملاها متينة يعني تخينة شوية عشان يبقى فيها لحم كده، ما تبقاش ناشفة. بس عمل، بصوا اللهم صل على النبي قد ايه، كمية كبيرة والله. وبعدين انا عاملاه كبير مش عاملاه صغير، معلش انا بعمل بايد واحدة يا جماعة. الخلطة دي جميلة، متكتريش في خلطته قوي يعني. شايفين؟ صف اولاني وصف تاني وده تالت صف، ولسه فيه كمان 4 هم. انا بعمله كده بيضابك، بقصه بالمية كده اهو، شايفين؟ وبكورها كده اهو. مثلا مش عارفه اعمل وانا ماسكه التليفون، انا هخلص وكله واوريهولك. بص الخلطه دي بقى اللي هي بالميه والحاجه دي، بصي تخنت ازاي، بصي يعني مش مضطره انك انت تحطي بقى ايه اهو، تحطيه مرتين كده، يعتبر مرة والتانية هي بتحطيه فيها وخلاص اهو. شايفة بيسيح كله بالمية يا جماعة، مش بأي حاجة، ولا لبن ولا حاجة. اللبن هيطريه. معلقتين النشا و3 معالق بجدار، وتحط الخلطة اللي هي نفس الخلطة اللي حطيناها في قلب العجينة بتاعتها. وتفرجي بقى على جمال البانيه، أحلى من بتاع الشركات 1000 مرة، أطعم كمان. وشوية البرغل اللي بتحطيهم في الأول دول بيمسكوها لك، بيخلوها بقى ايه، مش طرية تسيح في ايدك كده، لا بتبقى ماسكة حلوة. خلص بس اوريك. هتفرجوا بقى، عبيت اهوت في العلب، اللهم صل على النبي، عمل كمية والله كبيرة. يعني العلبة دي شايلة 6، ودي 6، ودي 6، ودي 4، ودي 2، ودي 2، عشان ما لقيتش علب كبيرة. يعني ما لقيتش دول خلصوا من عندي. شايفين بقى الجمال؟ بصوا بصوا، بعدين انا عاملاه كبيرة وتخينة، بصوا السمك بتاعه، يعني لو عملته اقل من كده كان قطع كتير. شايفين لما صلي على النبي؟ بصوا بصوا عمل قد ايه، الله اكبر. وطعم بقى هتشوفيه لما تقليه كده وتجربي الطريقة دي. يعني عمل اكتر من 2 كيلو، هوزنهم لك كمان دلوقتي. شايفين حبايب الميزان اهي؟ بصوا الله اكبر. بصوا بصوا لما صلي على النبي. ودي التالتة اهي، وادي اللي هي ال4 اكبر من الاولانيين شوية. ودول 2 اللي عايز ياكل كده يروح عاملهم في ثواني. والتانية اهي، شايفين 2 كيلو بالظبط اهو، اهو 2 كيلو، 2 كيلو من نص كيلو بانيه. اتفرجوا، صدر فرخة يعني، بس كان كبير شوية لما صلى على النبي. عايزة تزودي كمان فيها تزودي، بس بيبقى كمان على فكرة الحاجات اللي حطيناها ديت الشركات بتحط اكتر منها، وما بتبقاش نفس الطعم. اللي انت بتعمليه في البيت دوت طعمه احلى واحسن. وبعدين احنا مكبرين الحجم كمان، بتاع التانية رقيقة كده ومش حلوة. والله بنجيبوه ما بيعجبش العيال بصراحة، ما بيعجبنيش انا، هما بياكلوا ده كان، ما بيعجبنيش الحاجات دي. انا عملت العلب الصغيرة ديت، مثلا لو حد جاي جعان ولا حاجة عايز يقلي له واحدة ولا واحدتين، ياخد ايه العلبة الصغيرة. والكبار دولت ايه لما نيجوا ناكله بقى نبقوا نقلوه، فهمتوني؟ بس جميلة، ريحته عسل. اعملي بس نفس البهارات، ما كتريش بهارات، او هو البصل والثوم البودر وشوية الجنزبيل عشان ريحة اي زفرة بقى ما تبقاش موجودة. ولا تحطي بيض ولا تحطي حاجة، حتى اما تيجي تشكليه، شكليه، عوسي ايدك مية كده من الخلطة اللي انت عاملاها، اللي هي المية بالبهارات، بمعلقة، ب3 معالق نشا ولا معلقتين، ومعلقتين فيجيدار، يعني ده عادي يعني. تعوسي ايدك منهم وتشكليها احسن من الزيت، لان الزيت بيعمل فاصل ما بين اي تتبيلة، فاهمني؟
يعني الزيت اي زيت حطيتيه بيعمل فاصل، هتلاقيها تعمل قشرة، لكن كده عمرها ما تعمل قشرة، تبقى ماسكة فيها جامد. انا لما اجي اقليها اوريهولك. شايفين حبايبي، انا حطيت شوية زيت في حاجة ضيقة عشان لما تيجي تقلي يبقى الزيت يعني كتير وكده، لكن لو حاجة واسعة حطيت الزيت مش هيبان. وهقللكوا واحدة بس لان انا هعمل اكل النهاردة، مش هناكله منه النهاردة. انا هقللكوا واحدة عشان تتفرجوا عليه، شوفوا البتاع الكريسبي ماسك عليه ولا لا. حطيته اهو وسخن الزيت اهو، شايفين؟ اول ما تحطيه كده توطي النار شويه، ما تعليهاش عشان يستوي براحته كده. ايوه كده، وطي. ايوه كفايه كده. خلي النار واطيه يا جماعه، ما تعلوهاش عشان الحاجه تستوي من جوه، يعني مش من بره بس، يا دوبك الزيت يسخن وحطيها وبعد كده وتوطي النار. شايفه الجمال بقى؟ بصي لونها. اعمليه بنفس الطريقة دي، اسهل طريقة واحسن طريقة واقتصادية جدا، هتعمل لك كمية كبيرة. يعني لو عملت كيلو بانيه يكفيكي ما شاء الله ياما. انت اعمليها وشيليها في الفريزر لرمضان ان شاء الله. طلعي كده سهلة وسريعة، تروحي تطلعي العلبة علبتين تلاتة زي حسب عددكم بقى، شوفوا انتوا بتاكلوا كل واحد كام واحد، جنب شوية مكرونة كده. اتفرجي بقى على الجمال. بصي البتاع لازقة ازاي، بصي لكنها حتة واحدة يا جماعة، مش كده زي ما بقول لكم. امسكوها شكلوها بالمية بايدكم، يكون فيها مية، ما تعملوش زيت. الزيت بيخليها تفصل. اهو شايفين؟ جميلة وشكلها، بصي لونها احلى من اللي بتشتريه من بره 1000 مرة، واسهل واطعم. طريقة جديدة هي بالبتاع دوت ال الايه، اما فضيها كده مش راضية تنزل. اه شايفين؟ اللهم صل على النبي. افتحها لكم كمان ايه، شايفين؟ بصي بتخروش ازاي، شايفين الجمال؟ بصوا من جوه بقى، بصي اللهم صل على النبي. شايفه سمكها قد ايه؟ بصي، الله اكبر، جميله فعلا والله العظيم. وبصي ناشفه حجر اهي، اهو سامعه؟ سمعتيها؟ ناشفه خالص. العيال هيفرحوا بيها. طريقه جميله وسهله وسريعه، وانت واقفه كده اعمليها. لايكات بقى وشير حبايبي. كل سنه وانتم طيبين، تقعدوا لها بخير يا رب. مع السلامه حبايبي، مع الف سلامه.